ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بالبرطمان ده هنعمل فكره جميله قوي. اول حاجه باي الوان عندي، ممكن الوان بلاستيك او الوان اللي هي الاكريليك. اللي معايا ده لون اكريليك، انا اخترت اللون الاسود هغطي بيه البرطمان، واستخدمت السفنجة لان بيبقى ليها تأثير احلى من الفرشة على الحاجات دي. هبدأ اعمل نفس الطريقة لحد ما اغطي البرطمان بالكامل. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا بقى وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي فكرة جديدة. وطبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير علشان اصحابنا برضو يشوفوا الافكار دي. بدأت اغطي البرطمان كده، يعتبر خلاص اتغطى بالكامل. الفكرة سهلة وبسيطة جدا، وممكن اي حد يقدر يعملها بمنتهى السهولة. وبعد كده هستنى طبعا ينشف شوية، وبعد كده هبدأ ازين باللي هو الشريط ده بيكون بديل الترتر، وعلى فكرة هو بلاستيك خفيف خالص، يعني سهل الاستخدام وسهل ان احنا نقصه ونشكله، مفيش فيه مشكلة خالص. غير ان هو تمنه رخيص جدا، بيتباع بالمتر في اي مكتبة كبيرة او عند بتاع الخردوات. هبدأ كده اخد شريط بس منه على قد مقاس البرطمان، وده طبعا للتزيين. اللي حابب يستغنى عن الجزء ده من الفكرة مفيش مشكلة، بس طبعا بيخلي شكلها اجمل. كده تمام. هبدأ اثبته بعد كده على البرطمان. بمسدس الشمع. الفكرة سهلة خالص وبسيطة. تمام كده. وده يعتبر الشكل النهائي للبرطمان بتاعي. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فكرة جديدة وفيديو جديد. باي باي.